علامات بتدل إن في شخص بيفكر فيك بشكل أعلى بكتير جدًا من المعتاد. طب يا ترى إيه هي العلامات دي، وإزاي نتأكد إن هي حقيقية وإن هي مش مجرد صُدف؟ كل ده هنعرفه مع بعض في فيديو النهارده. لايك، اثبت حضورك، ويالّا بينا نبدأ. Imagine all the people. أول وأكتر علامة مثيرة للاهتمام وهي إن اسمه يتكرر كتير قدامك. تبص بالصدفة كده تلاقيه على اليوفط، تلاقيه في السوشيال ميديا وأنت عمال بتقلب، تسمعه كتير بودانك وتشوفه كتير بعينيك. وفي النقطة دي في كتير من علماء الطاقة بيقولوا إن الموضوع ده مؤشر على إن الشخص ده طاقته بقت عالية جدا من كتر تفكيره فيك، أو نقولها بمعنى أدق إن طاقة تفكيره فيك أو الفريكوانسي أو تردداته الذهنية وصلت لك على هيئة انجذاب لاسم قدامك. وعلى هذا الأساس اللي بيبين إذا كانت العلامة دي حقيقية أو مزيفة هما عاملين اتنين مهمين، ودول بينطبقوا على باقي الإشارات أو العلامات اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. العامل الأول وهو عامل المفاجأة. انت فجأة لقيت اسمه بيكرر كتير قدامك، وده ما كانش بيحصل كتير قبل كده. وهنا نقدر نقول بشكل دقيق ان في الحالة دي بتزيد نسب فرص ان الشخص ده بيفكر فينا بشكل غير معتاد. يعني أنا كل أيامي عادية اسمه مش بيكرر قدامي، بس جه فجأة يوم ما أو لحظة ما لقيت اسمه بيكرر كتير، فنعرف إن في اللحظة دي الشخص ده بيفكر فينا. وركز معايا بقى في تاني عامل وهو عامل الندرة. يعني أنت نادرا أو قليل ما بتفكر في الشخص ده. الطبيعي يكون عندك معدل تفكير، بس انت معدل تفكيرك ده بيكون قليل جدا بحيث انك عندك سبيس او مساحة تقدر تمارس فيها حياتك بشكل طبيعي وتحجم طريقة تفكيرك. وده لأنه علماء النفس بيفترضوا إن إحنا كلما بنفكر في شخص كتير بنبعت له فريكوانسي أو ترددات ذهنية بتكون عالية جدا، فدايما بتوصل له بيحس بيها. فمع تكرار الأفكار بشكل مستمر وبشكل مفرط هو بيبدأ يتعود على إحساس الأفكار اللي بتوصل له منك، فبيصير الأمر بالنسبة له اعتيادي. وغير كده الإفراط في التفكير والانتظام أو الاستمرار فيه بيخليك تبدأ تشوف الموضوع من زاوية تعلقية شوية. فالطاقة بتاعتك في العموم بتكون طاقة انتظار وطاقة تعلق، فالطاقة دي كفيلة إن هي تجذب اسمه قدامك كتير بدون وعي وإدراك منك. فبمنتهى البساطة علشان نعرف إذا كانت إشارة تكرار الاسم بتاع الشخص ده قدامنا كتير هي علامة مزيفة ولا علامة حقيقية، لو تكرار اسمه ده جالنا بشكل مفاجئ وغير متوقع وفي نفس الوقت احنا مش بنفكر بشكل مفرط في الشخص ده، اذا بنسبة كبيرة ان الشخص ده فعلا بيفكر فيك بفريكوانسي او ترددات ذهنية كانت عالية جدا للدرجة اللي خلتك تشوف اسمه بيكرر كتير، ومش عن طريق تعلقك انت اللي جذب لك الاسم ده. ندخل بقى على العلامة التانية. لو انت بتشوفني لأول مرة اعمل لي سبسكرايب، ولو انت بتتابعني بقالك فترة اكتب لي في الكومنتات بتتابعني بقالك قد ايه. العلامة التانية وهو شعور بالارتياح المفاجئ. بتلاقي نفسك انت لو كانت افكارك افكار سلبية ودايما حاسس بألم، بس المرة دي بقى في حاجة في شعورك اتبردت او بقيت مطمن بدون اي مؤثرات خارجية. مؤثرات خارجية زي انك مثلا تسمع اغنية معينة فتجيب لك مشاعر ايجابية فتطمن، إنك تروح مكان معين مثلًا كان بيجمعكم فتطمن، إنك تقابل صديق مشترك بينك وبينه فتطمن. لأ، بدون أي مؤثرات خارجية، أنت في أمان الله وبدون حتى ما تفكر فيه، يبقى غالبًا هو فكر فيك بأفكار احتياجية أو أفكار ليها علاقة بإن هو مفتقدك، فالأفكار دي وصلت لك أنت بطريقة عكسية. وطبعًا أنا عملت حلقة مفصلة عن قانون الرجوع العكسي، أنصحكم تتفرجوا عليها عشان تفهموا الموضوع ده بشكل مستفيض. فأنت لو لقيت مشاعرك اتبدلت بطريقة فجائية وفي نفس الوقت موجود فيها عامل الندرة زي ما احنا قلنا في العلامة الأولى، يعني المشاعر دي ما كانتش بالنسبة لك اعتيادية، إذا برضو بنسبة كبيرة جدا الشخص ده بيفكر فيك، لأن الفريكوانسي واللي أبعد بقى من الفريكوانسي وهي الدخول في قانون الرجوع العكسي خلى من كتر تفكيره فيك باحتياج أنت حسيت باطمئنان غير معتاد. تالت وآخر علامة معانا وهي إنك تحلم حلم واضح للشخص ده، حلم ظاهر فيه دلالات كأنه هو بيكلمك. بيظهر في الحلم ده ملامح وشه HD كأنك زي ما انت بتشوفني دلوقتي، تحس فيها بمشاعر مختلفة ما حسيتهاش قبل كده. وبرضه لو الحلم ده انت حلمته
فجأة بدون تكرار أحلام مسبقة، يبقى أنت كده دخلت في حتة إن العلامة دي تنطبق عليك وإن هي حقيقية وإن الشخص ده فعلًا بيفكر. لكن لو أنت بتحلم الحلم ده بشكل مستمر، نقدر نقول إن ده من عقلك الباطن كوسيلة عن التنفيس عن الكبت الموجود جواك من كتر الأفكار المتزاحمة دي. فلو ما بتحلمش بيه كتير ومرة واحدة حلمت حلم واضح، بيفكر فيك. ويا سلام بقى لو أنت أصلًا ما كنتش بتفكر فيه وحياتك normal جدًا ومستوى تفكيرك متزن، ده بيخلّي العلامة أوضح وأصدق بكتير. فلو اسمه بيتكرر كتير وبتيجي لك مشاعر مختلفة مطمئنة تجاهه وبتحلم بيه أحلام واضحة، غالبًا بيفكر فيك. أنصحكم تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس علشان ييجي لكم كل إشعارات الفيديوهات أول بأول. ولو حابين تحجزوا معايا جلسة مباشرة أو استشارة بيني وبينكم بشكل عاجل وسريع عن طريق الديسكريبشن، هتلاقوا عن طريق الواتساب موجود تحت. أشوفكم في حلقة تانية. باي باي.